تمويل الإرهاب في أماكن كثيرة؟ شوفي، في بلدين بالشرق الأوسط عليهم نوع من الاتهام، واحدة منهم قطر والثانية تركيا بدرجات متفاوتة، وكل واحد منهم طبعا الحكومات الرسمية تتكلم ضد الإرهاب وتشتغل ضد الإرهاب بالعلن، ولكن هنالك أدلة كثيرة على قضايا التمويل مثلا. هذا شيء مش واضح، وكل الإشارات الرسمية من الولايات المتحدة ومؤسساتها من وزارة الخزينة والخارجية والآخرين أن هنالك علامات سؤال على قضية التمويل، ونحن نحاول أن نضغط من أجل حلها. هذا شيء طبعا مش صعب توثيق تمويل من أي طرف، لا فيجب أن يكون هنالك ضغط. بالفعل أنا بقتنع أنه في محاولة مقاومة إرهاب حقيقية لما أشوف تدخل واضح في عملية نقل الفلوس من مكان إلى آخر، ومن يساعد ومن ينظر إلى مكان آخر بينما تتم العملية من وراء ظهره. هذا شيء جدي، وهذا شيء ممكن يكون التركيز عليه. بشكرك شكرا جزيلا سيد زياد عسلي، محلل سياسي شيء مؤسف من نيويورك. بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى استقبالك في القاهرة في المرة القادمة. أهلا بك أستاذ زياد عسلي، وأشكرك شكرا جزيلا. إذن يعني ربما من أهم ما قال